بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم رسالة سلام. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا وإياكم دار السلام، ويجمعنا وإياكم مع رعاة السلام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه من الصحابة الكرام والتابعين الذين يجمعهم الله عز وجل معه في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين. في هذه الحلقة سنتناول بعض المسائل العلمية ونعلق على بعض الأمور، ونذكركم بأهمية هذه الأيام الفاضلة التي نسأل الله تعالى أن يختم لنا فيها بخير، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. في بداية هذه الحلقة دار في وسائل التواصل الاجتماعي مسألة: هل يجوز إفراد يوم عرفة بالصوم إذا وافق يوم الجمعة أو لا؟ أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام، فقال: لا تصوموا الجمعة مفردا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تصوموا قوما يوما قبله أو يوما بعده. فالنهي فيه صريح، على خلاف أيضا بين أهل العلم بين من يحرم صيام يوم الجمعة مفردا وبين من يراه مكروها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه في الأصل يعد تحريما، فكما قال الله عز وجل: وما نهاكم الرسول، وفي آية قوله تبارك وتعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك قال الأصوليون: الأصل في النهي التحريم. فإذا كان الأصل في النهي التحريم، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم، إلا من كان يصوم صوما فليصمه، بمعنى الذي يصوم يوما ويفطر يوما، أو الذي يصوم 3 أيام من كل شهر فوقع يوم الجمعة في وسط هذه الأيام، فهذا هو المقصود. بعض أهل العلم اعتبروا أن من كان يصوم صوما فليصمه، اعتبروا من كان يصوم عرفة يوم عرفة كل سنة ولا يتخلف عنه، فإنه يعتبر من هذا المعنى: من كان يصوم صوما فليصوم. هذا المعنى في الحقيقة قوي، ولكن يرده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إلا من كان يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده. لذلك الأحوط والأحرص على الإنسان أن يصوم، أن يكون قد صام هذا اليوم، يوم الخميس، أن يكون قد صام هذا اليوم. فإذا لم يكن قد صام فيمكن والله أعلم أن يمسك من الآن ولا يأكل شيئا، ثم يصوم غدا إن شاء الله. بهذا يكون قد حقق صيام يوما قوله، ثم صام يوم عرفة، يعني صيام يوما قبله وهو هذا اليوم يوم الخميس، ويصوم غدا إن شاء الله يوم عرفة. والعجيب أن كثير من الناس يحرص على الإفطار يوم الخميس من أجل أن يصوم يوم عرفة، أو يحدد صيام يوم عرفة، في حين أن الصيام في مثل هذه الأيام من أعظم الأعمال الصالحة التي تثقل الموازين، وخاصة يعتبر الصوم من الأعمال
التي أجرها عظيم عند الله عز وجل. فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار 70 خريفا. وفي حديث الصوم لي وأنا أجزي به. فأجر وحسنات الصوم لا حد لها حقيقة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يعني سنة قبله سنة بعده، عام قبله وعام بعده، يعني يكفر سنتين. وهذه حقيقة يعني منقبة كبيرة، وأيضا فضل عظيم وأجر كبير يستحق الإنسان أن يبذل فيه قصارى جهده حتى يحصل ولا يفوته هذا الأجر الكبير. في حين لماذا؟ لأنه نحن سنموت وسوف نرحل وسوف يحاسبنا الله عز وجل. فإذا لم نحرص على مثل هذه الأعمال الطيبة وعلى هذه العروض الربانية العظيمة فمتى إذن سنحرص؟ وأيضا يجب علينا أن نري الله عز وجل من أنفسنا التسابق في مثل هذه الأمور والحرص على الأجر. يعني إن الذين من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالشخص حينما يكون حريص على طاعة الله، حريص على إرضاء الله عز وجل، حريص على أن يتسابق مع الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حينما يكون العبد في هذا السباق ومع المتسابقين يجري ويسعى ويبذل قصارى جهده ويراه الله عز وجل وتراه الملائكة وترصد له هذه الأعمال، فهذا حقيقة مع الطيبين، هذا حقيقة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لماذا؟ لهذه النية الطيبة وهذا الجهد. نعم، هناك أشغال كثيرة، هناك تعب. لذلك هذا المؤمن الذي حقيقة وهو في دوامه وفي عمله يصوم ويصبر على طول النهار وشدة الحر من أجل أن يحصل على هذا. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وانظروا أيضا في يوم عرفة لم يختر لنا الله عز وجل عملا صالحا نقدمه لغير الحاج أفضل من الصيام. لذلك اختار الله عز وجل لنا الصوم، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة. إذا وافق يوم الجمعة تصوم يوما قبله يا أخي، ما المشكلة أن تصوم يوما واحدا قبله؟ فإذا عجزت على أن تصوم يوما وهو يوم الخميس معناها أنت عندك قصور في الصيام وتفوت على نفسك الأجر والثواب. لأن هذه النفس لو عودتها على الصيام اثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، يعني شهر تقصر وشهر تصوم، شهر تقبل شهر تتأخر، لن تعجز عن صيام يوم واحد قبل يوم عرفة، لن تعجز أبدا أبدا، لأن النفس تكون قد تعودت. أما إذا كنت لا تصوم أصلا فهذا الحقيقة والله خسارة لنفسك. ستأتي يوم القيامة وحسناتك قليلة وضعيفة. يعني أفضل من يثقل الموازين بعد الصدقة صيام النهار. صيام النهار يثقل يا جماعة. ولذلك يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالساعي الذي يسعى على الأرملة والمسكين. أتى بعملين صالحين، فقال يعني الساعي الذي يسعى على الأرملة والمسكين ويجتهد ويجمع من هنا ويجمع من هنا ويقدم يعني إلى هؤلاء المحسنين ويتعب ويجتهد، هذا أجره كأجر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذين العملين؟ لأنهما شاقتان. قيام الليل شاق، تترك ألذ ما عندك من النوم، وصيام النهار تترك ألذ ما لديك من الطعام والشهوة والزوجة، شاق.
وكذلك الساعي على المأرم المسكين أيضا شاق، فكان ثوابه وأجره عظيم. هذان العملان القيام والصيام أجران عظيمان عند الله عز وجل، يثقل الله بهم موازين العبد. أنت لابد أن يكون لك نصيب من ذلك. يعني إن استطعت أن تكون دائم الصوم ممتاز، وأفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. وإذا لم تستطع فصم يوم الخميس ويوم الاثنين، فإن عجزت فصم 3 أيام من كل شهر. لك أن تصوم 13 و14 و15، ولك أن تصوم في كل 10 يوم تفرقها، ففي 10 الأولى يوم، وفي 10 الثانية يوم، وفي 10 الثالثة يوم، وبهذا تكون أنت حققت، ويكون في صحيفة عملك إذا مت تجد هذه الأعمال قد صدرت لك، ويكون الرصيد البنكي من الحسنات عظيم عند الله عز وجل. إذن يعني حينما حقيقة ترى بعض العلماء يفتون بجواز صيام يوم عرفة إذا كان قد وافق يوم الجمعة لك أن تصومه، أتعجب من هؤلاء، بدلا من أن يحث الناس على صيام يوما قبله ويوم بعده. لا يمكن الآن طبعا صيام يوم بعده، لأن صيام اليوم الذي بعده يوافق يوم 10 من ذي الحجة وهو أيام العيد، وصيام أيام العيد لا تجوز. مشاهدي الأكارم، هذه الأيام الفاضلة من الأعمال الصالحة فيها الإنفاق وإخراج المال وتقديم الأضحية. هذه الشيء فيها أو إلى نهاية العالم. الحمد لله رب العالمين على إحياء هذه الشعيرة، شعيرة الأضحية. هذه الشعيرة هذه الأكارم سنتحدث عنها بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. نعم، رأينا إلى هذا الفاصل الجميل والملخص المبارك في بيان أحكام الأضحية. المؤمن يحرص على أن يؤدي هذه الأضحية على ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والأضحية عبادة اختلف فيها أهل العلم من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب. الجمهور على أنها سنة مؤكدة، والذي تطمئن إليه النفس والعلم عند الله أنها واجبة، فرض على من اقتدر على قيمتها، فرض على من اقتدر ولديه مال لقيمتها أن يضحي، ومن ليس عنده مال فلا حرج عليه، والله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر. لكن من عنده فضل مال وأرصدة في البنوك ولا يضحي، هذا والعياذ بالله يعني آثم وعليه وزر، ويخشى عليه من الله عز وجل أن ينزل عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك نصوص ووعيد من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يحرص على أن يؤدي هذه العبادة، وأن يدخل على بيته البركة والخير والبهجة والسرور. وهذه العبادة كما لاحظنا لديها شروط ولديها مستحبات ولديها أمور ينبغي أن تكتمل فيها حتى تصبح هذه العبادة مقبولة عند الله عز وجل. فلا يمكن أن نضحي إلا من بهيمة الأنعام،
وبهيمة الأنعام معروفة البقر والغنم والإبل، ولها أعمار محددة ولها أوصاف. ففي وصفها من حيث يعني أهليتها للذبح يجب أن تكون مليئة أو وسط، ولا تكون عوراء البين عورها، ولا تكون عرجاء البين عرجها، ولا تكون يعني هزيلة وضعيفة، لابد أن تكون نشيطة. كذلك لا يكون فيها عيب كالتي قص ذنبها أو التي فيها كسر في قرنها. ينبغي ما نقدم من عبادة أن تكون سليمة سمينة مؤهلة لأن يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنين، وضحى في السنوات الأخيرة بكبشين أقرنين أملحين. والأول قال هذا عني وعن أهل بيتي، والثاني قال هذا عني وعن أمتي. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أمته أمة الإجابة، فصلى الله عليه وسلم وبارك وجزاه الله خيرا عن أمته، ورفع درجته عليه الصلاة والسلام، وأعطاه حتى يرضيه سبحانه وتعالى. إذن هذه العبادة السنة فيها أن تذبحها بعد صلاة العيد، وأي أضحية ذبحت قبل صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، أو هي لحم من اللحوم العادية التي تأكلها أنت أهل بيتك. أما التي تكون عبادة ويقبلها الله عز وجل فلا تكون إلا بعد صلاة العيد، فلا تكون إلا بعد صلاة العيد. تؤدي صلاة العيد ثم تذهب إلى الحظيرة وتشتري وتذبح، أو إذا كانت لديك في بيتك، المهم تباشر الذبح بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. وإذا ذبحت أثناء الذبح تقول بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي. فيدخل الأجر في هذه الذبيحة كل أهل بيتك، كل أهل بيتك يدخل في أهل الذبح، في هذا. وفضل الله عز وجل واسع، فضله واسع سبحانه وتعالى. وإن ذبحت أضحيتين أو 3 أو 4 بحسب استطاعتك فحسن، فكل ما تذبح أكثر فأجرك أعظم وأثقل عند الله عز وجل. ولذلك يأكل الفقراء والمساكين. هذه الأضحية السنة فيها أن تقسم إلى 3 أقسام: قسم تأكله أنت وأهل بيتك، وقسم تتصدق به إلى الفقراء والمساكين، وقسم تهديه. وبهذا تكون أنت حققت أنك أسعدت أهل بيتك وأبنائك وأسرتك، وأهديت لجار لك أو لصديق لك حتى لو كان غنيا، أهديته حتى يعني توثق المحبة بينك وبين أصدقائك. وهذه الهدية يجوز أن تكون للمسلم ويجوز أن تكون لغير المسلم. إذا لمست منه مثلا الإقبال على الخير ولعل الله أن يهديه إلى الإسلام فيجوز لك أن تهديه، لا حرج في ذلك، فإن الهدية تكون للجميع. والصدقة تكون للفقراء عامة، وهنا أيضا الصدقة عامة. لو أهديتها لمسلم فهو أولى وأحوج، وما أكثر المسلمين وما أحوجهم حقيقة
في هذا الزمن الذي نحن نراه، زمن الابتلاء وزمن الفقر على المسلمين. لذلك إذن توزع هذه الأضحية، ثلث لأهل بيتك، ثلث تهديه، وثلث للفقراء والمساكين. بهذا تكون أنت أديت هذه العبادة، وتسأل الله تبارك وتعالى القبول، فإن هذا العمل من تقوى الله سبحانه وتعالى. والمتقين والمتقون مكانهم الجنة، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهؤلاء المتقون أيضا يدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة فيما يجدونه من طيب الحياة والسعادة والأنس. من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذا العمل المبارك يا أخي الكريم كما وصفه ربنا عز وجل بقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. فالمؤمن يحرص على أن يكمل هذا المبدأ العظيم من التقوى، يكمله كما أمر الله عز وجل وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل على التقوى كاملة دون أن يكون فيها نقص. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن في هذه الأيام إخواني وأخواتي، نكرر التذكير ونكرر الدعوة إلى مثل هذه الأمور لعظم هذه الأيام. هذا هو السبب. لذلك نوصي إخواني وأخواتي بكثرة التكبير والتهليل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني يا أختي الكريمة، أكثري من هذا الذكر وأنت في بيتك، وأنت يا أخي الكريم أكثر من هذا الذكر وأنت في عملك أيضا، لما فيه من الأجر والثواب العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، قال بعدها: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأعمال التي يحرص الإنسان عليها ويكبر. وهذا التكبير هنا في هذه الأيام ينقسم إلى قسمين، يسمونه العلماء التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق هو هذا الذي أنت تكبر فيه في هذه العشر منذ أن بدأت في كل الأوقات، صباحا ومساء، ليلا ونهارا، دون تحديد وقت معين. أما التكبير المطلق فيكون يبدأ من يوم عرفة، ويبدأ بعد الصلوات الخمس: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قلت أيضا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فحسن. هذا وارد عن الصحابة، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن الإنسان يحرص ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يحرص الإنسان. وفي يوم العيد يخرج الإنسان كما تحدثنا مرارا في هذا أيضا، حينما نصلي صلاة العيد بثياب طيبة، نسير في طريق ونعود من طريق آخر، ونكثر من التكبير والتهليل والتحميد حتى نصل إلى المصلى، وفي المصلى نؤدي الصلاة ونستمع إلى الخطبة، ثم ننطلق إلى ذبح أضاحينا، ونقف ونصبر على زحمة يعني أماكن بيع الخرفان
ونصبر أيضا على رائحتها الكريهة، فإن هذه الرائحة الكريهة هي في الحقيقة عند الله طيبة، مثلها مثل خلوف فم الصائم. خلوف فم الصائم رائحته كريهة جدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال العلماء: لأن هذه الرائحة انبثقت بسبب عبادة، وهذه الخرفان والأضاحي والجمال والأبقار اجتمعت اليوم لتؤدي عبادة الله عز وجل، فبالتالي رائحتها أيضا هي طيبة عند الله، وينبغي أن تكون طيبة أيضا عند المؤمن، ولا يتأفف من هذه الرائحة ولا يصيبه الكراهية والبعد، فإنها قادمة من أثر العبادة. ولذلك أنت سبحان الله حينما تحب شيئا تحب منه كل شيء، وحتى الشيء الكريه تجد له أعذار. يعني لما يمر مجنون ليلى على بيتها يقول: أمر على ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا دليل على أن ذلك الحب العظيم الذي في قلبه تجاهها أحب معها الجدران والتراب والحجارة بما فيها من أوساخ وبما فيها من شيء. طبعا الأدلة الشرعية أولى، ولكن هذا في المجال الواقع الطبيعي. إذا كان الإنسان إذا أحب شيئا أحب كل شيء خلفه، حتى لو سمع شيئا يكرهه منه يقول: لا، هو ما يقصد يسبني، هو يقصد أن يقول كذا وكذا. أما إذا كان بينه وبين أخ له في مشكلة، وهذا الأخ فقط غمز بعينه، يقول: انظر كيف هذه الغمزة تعني حقد، تعني حسد. هذا الرجل لا تظن أنه كونه سلم علي أنه يريد مني السلام، لا 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 لا, لا، هذا سم ناكت، هذا لا تعرف كيف. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لماذا؟ يقول لك: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السقط تبدي المساوية. يقول لك كده: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السقط تبدي المساوية. إذا أنت كنت راض عن شخص حتى لو سبك حد، لا ما يقصد يسبني، عرفوا هذا قلبه طيب، هذا تأتي له ب700,000 عذر. أما ذاك الذي في قلبك منه شيء فإنه لو سلم عليك تقول: هذا ما يسلم عليه، هذا خبيث، هذا ما تعرفه أنت، هذا أعوذ بالله. المؤمن يتعامل بالظاهر، ولا يتعامل بالعمق. الشاهد من هذه الأدلة والشواهد المقصود أن سمعت ورأيت بعض الإخوة يتأفف من ريحة الأبقار ما هذه يا أخي من آثار عبادة، استقبلها بخير ولا تتضايق منها يا أخي، لأنها عبادة. كذلك إذا ذهبت ووقفت على ذبيحتك. نعم، هنا قضية مهمة. الذبيحة المفترض أن يباشرها المؤمن بيده، يتعلم كيف يذبح ويقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. فإن لم تستطع فقف على ذبيحتك بنفسك. وإن حصل أثناء الذبح جاء في جسمك بعض الدم، لا تتأفف ولا تحزن ولا تغضب، فإن هذا أيضا من آثار العبادة. ولذلك اذهب إلى بيتك وغير الملابس والبس ثوبا جديدا، لا حرج. ولكن أنا أقول عش هذه العبادة بجميع ما فيها من تعب وبجميع ما فيها. وإذا أنت ذبحت من حين أن تذبح جاز لك الآن وحلال لك أن تقلم أظافرك، وأن تقص من بشرتك وتأخذ من شعرك الذي تريد وتتنظف وتتجهز
ولكن بعد أن تذبح الأضحية حل لك ذلك، لحديث أم سلمة الذي تحدثنا عنه سابقا: من أراد أن يضحي فلا يأخذن من أظفاره ولا من بشرته شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا للوجوب، وحتى الخلاف الذي فيه ليس خلافا قويا، وإنما أقرب ما يكون لورود هذا الحديث الصحيح أن النهي عن الأخذ من الأظفار والبشرة ليس أمرا سهلا، كما ذكر ذلك مشايخنا وعلماؤنا. نعم، هذه العبادة العظيمة بهذه الطريقة تكون أنت قد أديتها، ونسأل الله لنا ولك القبول. ننتقل إلى مسألة أخرى. البارح وأنا أقلب في الفيسبوك وجدت صورة لأحد الإخوة قد نشرها. هذه الصورة لمجموعة من الأخوات الطيبات المتحجبات المنقبات التي لا ترى منهن شيئا سوى أسود في أسود. أنزل هذه الصورة هذا الأخ وعلق عليها وقال: هل مثل هؤلاء الفتيات المتحجبات يكن سببا في إصلاح الشباب الإريتري؟ ثم علق وقال: أنا الحقيقة لا أؤيد النقاب وأنا مع الحجاب، أو كما قال يعني معنى كلامه، قال: لا أؤيد النقاب وأنا مع الحجاب. ثم علق بعض من رأى هذه الصورة وهذا البوست في مكانه، فمنهم من قال أن هؤلاء من دواعش، وأن إريتريا سليمة من هؤلاء الأخوات من هذا الصنف من النساء، وأن الحمد لله الحجاب العادي منتشر ما بيننا، ونعوذ بالله من هؤلاء الدواعش. وآخر علق فقال: هؤلاء خفافيش، وتكلم بكلام سيء عن هذا الحجاب. وآخرون في الحقيقة دافعوا عن هذا النقاب وتكلموا كلاما طيبا. الذي أحزنني أولا هذا الأخ، أنا كنت أتابع حقيقة الصور التي ينزلها، بعضها صور محرمة وبعضها صور حقيقة يعني جيدة في التعليق، لكن هذا التعليق لماذا هو أورده أنا لا أدري. هل هو يعني كونه ليس مع النقاب يعني بتنزيله لهذه الصورة بهذه الطريقة يحارب النقاب؟ الخلاف بين النقاب والحجاب بين أهل العلم وارد، لكن كونك تنزل صورة ثم تعلق عليها، ما الذي تقصد؟ إذا كنت تقصد محاربة النقاب فأنت تحارب الله عز وجل وتحارب رسوله. هذه القضية خطيرة يا أخي، خطيرة على دينك، خطيرة على نفسك. يخشى عليك أن ينتقم الله عز وجل منك، لأن كراهية ما أنزل الله عز وجل يؤدي إنسان إلى الكفر والردة والعياذ بالله. فكونها مسألة ترى أن النقاب نعم، في من قال بأهل العلم وعلى العين والرأس، ومن قال بالحجاب وكشف الوجه على العين والرأس، هذا لا بأس به. لكن إنزال ثم التعليق بأن هؤلاء الفتيات هل ممكن يكون مصلحات للشباب، هذا سؤال حقيقة يؤدي إلى استغراب. يعني ماذا إذا كانت هذا الحجاب الأصل فيه أن الله هو الذي شرعه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا الأصل في أمر الله عز وجل نساء المؤمنات أن يتحجبن. تعال نرى وننظر كيف تحجبن أمهات المؤمنين. عائشة تقول: لقد خرج نساء الأنصار يعني متلفعات بمروطهن لا يعرفن أحد من الغلس لشدة الحجاب. وكانت عائشة وأمهات المؤمنين يحتجبن حجابا كاملا،
ولذلك لما رآها صفوان بن المعطل وجدها قد خمرت وجهها في قصة الإفك، وهذا يعني أن النساء المؤمنات كن يغطين غطاء كاملا لا يرى من أجسادهن شيئا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. فإذا كان كذلك أخي الكريم، هذا الحجاب هو حجاب أمك عائشة، هو حجاب أمك خديجة، هو حجاب أمك صفية وفاطمة أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة وغيرهن. أنت تنتقد هؤلاء النساء وهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أنت تنتقد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أظنك، أنت رجل فاضل، أنا أتابع أخبارك، أنت رجل فاضل ورجل فيك خير، نحسبك والله حسيبك، لكن هذا البوست أرجو منك أنك تحذفه لأنه لا يليق بك. وهؤلاء الذين تكلموا وسموا الخفافيش لهذا الحجاب وسموه، والله مع الأسف لا أدري من الذي هو سبب لضياع إريتريا. هل هن هؤلاء الصالحات العفيفات المتحجبات بهذا الحجاب والنقاب، هل هن سبب، أم هذا الذي يعني يتكلم عن عبادة عظيمة من عبادة الله عز وجل ويقول هؤلاء خفافيش وهؤلاء دواعش؟ من هو السبب بالله؟ أنت إذا كنت في إريتريا شوف وضعك، من الذي يحكمك وفي أي وضع أنت، وشوف كيف أنت ماشي، شوف بلدك في أي وضع أنت فيه. جاي أنت الآن تحارب عيب هذا. إذا كنت لا تخاف من الله ولا تخاف من أليم عقابه فكن يعني يكون عندك حياء. عيب تتكلم هذا الكلام على عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل. نحن نسأل الله أن يكثر من هؤلاء الفتيات المنقبات المتسترات الطائعات لأزواجهن، الطائعات لأهاليهن، أقبلنا على طاعة الله عز وجل وأصبحنا أمهات مؤمنات. أنت تنتقد هذا؟ والله عجيب، شيء غريب يا أخي. فاعلم أنك تنتقد ربك والعياذ بالله، تنتقد النبي عليه الصلاة والسلام، والعقوبة شديدة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. العقوبة شديدة والانتقام من الله شديد. الخلاف بين الحجاب والنقاب وتغطية الوجه وغير ذلك وارد بين أئمتنا ومشايخنا. الشيخ عبد العزيز بن باز يرى وجوب الحجاب كاملا، الشيخ الإمام العلامة الألباني يرى أن كشف الوجهين واليدين لا بأس. فنحن نأخذ بالقولين، وإن كنت أنا وأهل بيت نحجب بناتنا ونساء حجابا كاملا نأخذ بالأفضل والأكمل والأحسن، ونتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أخذ بقول الإمام هذا العالم الكبير الرباني الألباني لا حرج، ولا ننكر على امرأة تسترت ستار كامل وكشفت وجهها ويديها، لا ننكر عليها، لا ننكر ونقول هذا باطل وهذا تمام ولا لا. ولكن نعلق نقول على المنقبات، هل هؤلاء سيصلحن الشباب؟ نعم. أقول لك ومن سيصلح إن لم تصلح التي تطيع ربها؟ ما التي ستصلح؟ ستصلح هذه تلك التي المتبرجة التي تلبس البنطال وكاشفة لشعرها وليست هي طائعة لربها، وهل تكون طائعة لزوجها؟ وهل هي التي ستربي لنا أبطالا يعني بكرة النهار يفتحون بلادنا؟ من الذي إذن سيكون لك بالله عليك؟ الله المستعان. نسأل الله لنا ولكم الهداية. أكرر، نحن في أيام فاضلة، يعيب أن ننزل مثل هذه الصور أيضا. نحن في أيام فاضلة، لا تسجل يعني في صحيفتك سيئات، لا تسجل في صحيفتك سيئات في هذه الفترة. الله أعلم هذه الفترة هل تعلظ السيئات أو لا. كن حذر يا أخي ولا تقل إلا خيرا. يعني ما من شيء تكتبه أو تقوله ستسأل عنه يوم القيامة، فلا تقل إلا ما يسرك عند ربك، لأن لك موعد ستقف أنت وربك ليس معك ترجمان. اكتب ما يسرك في ذلك الوقت. السلام عليكم.